اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا وهيأثر على قراراتنا في المستقبل، يعني من حيث مدخراتنا نستثمرها في ايه بالظبط، وايه افضل استثمار ممكن ان احنا نستثمره الفتره اللي جايه عشان نحصل على اكبر عائد بالنسبه لنا او نحافظ على قيمه الفلوس على الاقل الموجوده بالنسبه لنا. قبل ما اكمل الحلقه يا ريت، الحلقه مهمه جدا على فكره. وقبل ما اكملها يا ريت بس لايك للحلقه لو الحلقه عجبتكم. طبعا الكومنتات برحب جدا باي كومنت محترم بيتم عرضه تحت الحلقه، لكن في بعض الناس بتتجاوز في الكلام، فارجو عدم التجاوز، لان انا مش هسمح باي تجاوز عندي في القناه بعد اذنكم يعني. اللي عايز يعبر عن رايه بشكل محترم بحترمه جدا، اللي هيتجاوز مش هسمح بتجاوز عندي في القناه لو سمحتوا. اللايك والكومنت الخاص بيكم اهلا وسهلا باي كومنت محترم هرد عليه بكل ادب واحترام. وشير الحلقه وسبسكرايب للقناه اللي بيشوف الحلقه اول مره. بس ارجو ان اللايك والكومنت ده مهم جدا، والشير الحلقه ده مهم جدا بالنسبه لي، عشان ده طبعا بيدعمني ان انا اقدر اكمل واقول لكم اخبار جديده واجيب لكم اخبار البنوك اول باول. هنبدا نكمل الحلقه. في عندنا الفترة اللي جاية فاتت 3 اختيارات للاستثمار في فلوسنا: في الذهب، في الدولار، او العملات بصفة عامة. بس احنا بنختصر كلمة العملات في الدولار عشان معظم الناس بتجري على الدولار اصلا او بتتعامل في الدولار. وفي شهادات البنوك النازلة مؤخرا، سواء الشهادة الجديدة اللي هتنزل اللي هي متوقع تنزل السنة الجاية، اللي هو الشهر الجديد في 21% او 30%، ده احتمال ضعيف طبعا زي ما انا ذكرت في حلقة سابقة. وال او مثلا بالنسبة للشهادات الحالية 25% او غيرها. طيب انا هقول رايي وده رايي الشخصي. في ناس كتيره جدا هاجمتني قبل كده لما انا قلت للناس تشتري ذهب، وان الذهب احسن من الشهادات. طبعا ده في ناس كتيره جدا هاجمتني في الموضوع ده، هو ده وجهه نظرك تحترم، وانا هوضح وجهه نظري دلوقتي. بالنسبه للدولار برضو نفس الكلام، لما انا قلت للناس برضو اشتري دولار ده افضل من الشهادات، ناس كتيره جدا برضو هاجمتني، فقلت الدولار هيوصل، احتمال يوصل ل 40 جنيه. ما حدش مصدقني في الموضوع ده، ولكن او في بعض الناس هاجموني في القصه دي، ولكن انا متوقع برضو انه يوصل ل 40 جنيه على نهايه السنه كمان. ودي الاسباب اللي هذكرها دلوقتي. نرجع دلوقتي لافضل استثمار من وجهه نظري الشخصيه الفتره الحاليه، اللي مش محتاج فلوس لفتره طويله، يعني مثلا لسنه اتنين تلاته، هيبقى الذهب بالنسبه له افضل شيء. طب هنقول ليه؟ الذهب حاليا اسعاره بتقل، ماشي، ما انا عارف ان الذهب حاليا اسعاره بتقل، بس في تضخم في السوق. هنمشي على قواعد ثابته في الاقتصاد، ودي حاجه اقتصاديه، الناس اي اقتصادي بيبقى عارف الموضوع ده كويس جدا. واي حد بيفهم في السوق وبيفهم في التجاره بيفهم ان الكلام اللي هيقوله له كويس، ان انا بقوله كويس قوي. ما دام البلد ما بتنتجش حاجه وما بتصدرش سلع استراتيجيه. يعني ايه سلع استراتيجيه؟ السلع الاستراتيجيه اللي هي مثلا زي مثلا سلعه ما ينفعش تتاخد الا من مصر. يعني احنا بنتصدر حاجه معينه، السلعه دي ملهاش بديل في اي دوله تانية، فمضطر ان هو ياخدها من مصر. فبناء عليه انا ممكن اضغط عليه بالجنيه بتاعي، اقول له والله انت مش هتاخد السلعه دي الا لما تاخد مثلا، الا مثلا ايه، الا لما تضطر تطلب جنيه عندي، يعني تطلب تشتري بالعمله بتاعتي. فانا اقدر ان انا ارفع سعر العمله بتاعتي قدام بقيه العملات، فبناء عليه اقدر ان انا يعني ايه، زي ما بقول يعني إيه اللي هو ايه، الوي دراعه من الاخر. مش هتاخد مثلا من عندي مثلا غاز، او مش هتاخد عندي مثلا سكر، او مش هتاخد عندي مثلا ذهب، او مش هتاخد من عندي المنتج الفلاني الا بالسعر كذا. فانا حر، هتاخده مش هتاخده خلاص، فهيضطر ان هو غصب عنه ان هو ياخد السعر ده ياخد المنتج ده بالسعر اللي انا بقول له عليه، لان انا ايه، انا من الاخر كده كسره، انا من الاخر كده جبره على الموضوع ده. عجبك مش عجبك خلاص. ده معنى كلمه السلعه الاستراتيجيه كده، ده بالعاميه، يعني مش المصطلح الايه اللي هو العلمي بتاعها. ده كلمه سلع استراتيجيه. فطول ما البلد ما عندهاش سلع استراتيجيه بتعتمد عليها، وطول ما البلد نسبه التصنيع فيها قليله وبيعتمدوا كل الاعتماد كله على الاستيراد، استحاله ومن رابع المستحيلات ان الدولار يقل او ان الذهب سعره يقل. وان قل حاليا فده قل نتيجه ان الشهادات ال 25% لسه ما اتضافتش. الفائده بتاعتها هتيجي في اخر السنه، فائده الشهاده 25% تبدا تنزل، تبدا تضاف. تمام. وفائده الشهاده اللي هي اللي هي وفائده الشهاده طبعا 21 هتبدا كمان ايه تضاف في نهايه السنه او بشكل دوري، بس ال 25% طبعا هتبقى اكتر. هتيجي تلاقي في التضخم هيزيد، لان طبعا هو المفروض ان في خلال السنه بياخد اللي هو فلوس الشهادات 25% يتم استثمارها مره اخرى.
طب بيتم استثمارها ازاي؟ 99% من استثمار الشهادات او نسبه كبيره جدا من استثمار الشهادات بيتم اعاده تدويرها عن طريق ان انا بمنح قروض للناس بالشهادات اللي موجوده. يعني انا باخد شهادات ب 21% من الناس او ب 25% من الناس. في خلال السنه دي انا بلزم اشخاص تانيين انهم ياخدوا الفلوس دي ويعملوا لها اعاده تدوير في مشاريع بقروض، والقروض دي بتدي فايده، والفايده هي اللي بسد منها اللي هو العائد بتاع الشهادات، والزياده عن الفوائد ده بقدر انا بحتفظ بيه كبنك. تمام، انا اللي بستثمره، وخلاف طبعا مشاريع الدوله. واحنا طبعا عارفين مشاريع الدوله حاليا مع تدخل صندوق النقد الدولي في التحكم في الاقتصاد المصري بعد القرار الاخير، فهيبقى معظم ماشي. فده يدل ان دل على ان طبعا الاستثمار داخل مصر بقى بدا ان هو يتاثر، ففي يعني زي ما تقول كده اعاده ميزان او اعاده ضبط الاقتصاد مره اخرى عن طريق عن طريق الايه، صندوق النقد الدولي. فهيبقى طبعا مش فوائد الشهاده تطلع، مش هتبقى محكم يعني مش هيبقى متم التحكم عليها او عمل كنترول عليها بنسبه 100% من نسبه الايه الاقتصاد المصري. هيبقى بنسبه تحت سلطه مين؟ صندوق النقد الدولي. تمام كده. ده اول نقطه في حته مفيش سرعه استراتيجيه. فعشان كده بقول لكم ان الدولار حتى لو هيقل، حتى لو هو مستقر حاليا فهو هيزيد عشان ما عندناش سرعه استراتيجيه، هيزيد عشان خاطر مفيش تصنيع، هيزيد لاسباب كتير جدا. تمام، دي اول نقطه. الذهب برضه هيزيد ماشي، حتى لو هو قل حاليا فهيزيد على اخر السنه لارقام غير طبيعيه. تمام، لان اولا في ناس كتيره جدا بقى عندها وعي من موضوع الشهادات، يقول لك انا مش هشتري شهادات، انا هشتري ذهب، لان هو شايف الذهب هيرفع. وانا هضرب لكم مثل عملي من سنين فاتت، من 10 سنين تقريبا، من ايام مثلا من قبل 2011، من ساعه لما الشهادات اللي هي ال 20% نزلت، اللي هي كانت من زمان جدا كان في شهادات 20%، اول ما طلعت الشهادات 20%. ده الكلام ده من 10 او 11 سنه تقريبا. طب نلاحظ حاجه، كان ساعتها تقريبا الدولار كان في حدود 5 جنيه او 6 جنيه. ده كان اياميها تقريبا في الحدود دي. تمام، وكان اسعار السلع اللي موجوده في السوق كانت مثلا حاجه، مثلا لو كانت ب 10 جنيه اللي هي دلوقتي بقت ب 100 جنيه مثلا. يعني الحاجه اللي كانت ب 10 جنيه مثلا ساعتها حاليا بقت ب 100 جنيه، وارقام غريبه. تمام كده. طيب ايه اللي حصل ساعه لما الشهادات نزلت؟ برضو قالوا ان الشهادات دي هتنزل عشان خاطر ان هم يعادلوا مش عارف ايه، وبعدها الاسعار هتنزل والكلام اللي احنا عرفناه. جيت بعدها الحكومه برضو لاحظوا الدولار راح ضارب ضربه مره واحده، وصل لرقم ايه غير طبيعي، واسعار المنتجات في السوق راح زايدت، حتى كمان البنزين وكله زاد. السنه اللي بعدها بكام سنه برضو راحوا برضو منزلين شهادات ايه تقريبا برضو عاليه. تلاحظوا بعدها ان قيمه الجنيه قل، قوة الشرائية الجنيه على طول بعدها بيقل. بنلاحظ بعدها ارتفاع في اسعار المنتجات في السوق، وارتفاع للدولار. فضلنا نمشي على السكه على الخط ده لغايه الوضع الحالي اللي احنا فيه. برضه شهادات هتنزل هي بسعر عالي، بناء عليه هيبقى فيه اسعار في السوق هتعلى، وبناء عليه اللي احنا فيه دلوقتي حاليا. انا بقول لكم مثل عملي اهوت، عشان بعيدا بقى عن التحليل الاقتصادي والناس اللي بتطلع. انا بشوف ناس والله بتطلع تتكلم مع احترامي الكامل ليها، انا مش عارف كلامك بتقوله بناء على اساس ايه. يعني هات لي الاساس العلمي. انا اتهاجمت على قناه هنا في مره، واحد كلمني قال لي عمر ما الدولار هيوصل 40 جنيه، وواحد قال لي لعبه الذهب دي لعبه معروفه. لا حضرتك، هي بالفعل لعبه الذهب هي معروفه طبعا، لان الذهب حاليا هو اضمن حاجه تقدر تشتريها هو الذهب. والذهب هو الملاذ الامن من ساعه لما اخترعوا النقد. اساسا هو الذهب ده هو اساس وعصب كل شيء. يعني الذهب ده هو الحاجه يعني زي ما تقولي كده، يعني زي ما تقولوا كده الميزان، او زي كده الملجأ الامن بالنسبه لاي شخص عايز يستثمر كاستثمار طويل المدى. ماشي، لانه لا بيتاثر بعملات، والمضاربات فيه بتبقى قليله. يعني مفيش ناس بتضارب في الذهب كتير، لانه له بيتبع طبعا بورصه عالميه معروفه اسعارها قد ايه، وبتتعامل في جوه مصر وخارج مصر. يعني انت لو خدت سبيكه الذهب طلعت يبقى سعر الذهب جوه مصر معروف، سعر الذهب بره مصر معروف بنفس السبيكه. تمام، ما فيهاش لعب كتير. خلاف العملات ممكن في لحظه تزيد في لحظه تقل. طبعا معدل الصعود والهبوط في العملات بيبقى مش زيه زي في ايه زي الذهب. فعشان كده بقول لكم الذهب هيبقى رقم واحد بالنسبه لنا كملاذ امن للاستثمار، خاصه طويل الاجل. يليه الدولار او العملات المختلفه، خلاف الدولار يورو اي عمله تانية خلاف الدولار. بس انا بتكلم عشان معظم الناس بتتكلم بلغه الدولار، او معظم الناس بتتعامل بالدولار، وفي معظم الناس بتقبل بالدولار، اللي هي خاصه اللي بره مصر، او بتحب التعامل بالدولار. تمام.
طبعا اكتر من التلات اكتر من اكتر طبعا من المنتجين التانيين. تمام كده. آه، فوفقا للي انا اتكلمت فيه كحقائق علميه موجوده قدامنا وتجارب علميه موجوده، ان لما الشهادات بترفع بينتج بعدها على طول ارتفاع في اسعار السوق، وارتفاع كمان في اسعار المنتجات. بالاضافه ان في نقطه في منتهى الخطوره احنا مش واخدين بالنا منها. لو نلاحظ السنه اللي فاتت لما عملوا شهادات مثلا مثلا، او مثلا لما مثلا في سنه من السنين عملوا شهادات مثلا حوالي اللي هي 18% السنه اللي فاتت، ماشي. طبعا في ناس كتيره جدا لو سابت الفلوس في الحساب، يعني 100000 كانت هتدخل له في السنه حوالي 18000 تقريبا. طيب ممكن اسال على حاجه بقى مثلا والناس تاخد بالها من الموضوع، هل ال 118000 دول لو نزلت جبت بيهم حاجات في السوق حاليا، تلاحظ ان 100000 السنه اللي فاتت، يعني ال 118 قيمتهم اللي هي القوه الشرائيه للجنيه حاليا كقوه شرائيه او كقيمه جنيه قلت. يعني 118000 دول مثلا حاليا لو احنا جبناهم بقيمه السنه اللي فاتت يعملوا 90000 جنيه. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ بمعنى ان الجنيه السنه اللي فاتت كان ممكن مثلا يشتري مثلا انا بقول مثلا ازازه زيت، بقول مثلا، ماشي. ازازه السنه عشان تشتريها بقت مثلا بايه، بقت ب 3 جنيه. فهمتوا الدنيا ماشيه ان قيمه الجنيه، القوه الشرائيه للجنيه، قيمه الجنيه قلت. يعني هو بيضيف لك في فايده بتضاف، بس الفايده اللي بتضاف دي بتخفض لك قيمه الجنيه لان سعر المنتج ذات نفسه اللي انت بتشتريه بيزيد. تمام. تعال بص على الذهب، السنه اللي فاتت كان بكام والسنه دي بقى بكام؟ اتضاعف. تعال بص على الدولار، السنه اللي فاتت كان بكام والسنه دي بقى كام؟ اتضاعف. يبقى انا وفقا للتجارب العمليه اللي قدامي ان انا بشوف اسعار الذهب بتزيد مع زياده الايه، الشهادات اللي زياده فايده الشهادات اللي موجوده. تمام. يبقى نبدا نرتب بقى في اولوياتنا ان احنا عايزين استثمر في استثمار طويل الاجل. هيبقى عندنا اول حاجه الذهب، ده رقم واحد الاستثمار طويل الاجل. ده على اخر السنه انا متاكد بنسبه 100% ان الذهب ده سعره هيرفع ارتفاع غير طبيعي. تمام. وهنفتكر الكلام ده كمان سنه لو ربنا ادانا العمر، وهتشوفوا الكلام ده قدامكم. الدولار هيرتفع ليه؟ لان مفيش اي سلعه استراتيجيه عندك، ومع تدخل صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي هيدعم الدولار بنسبه 100%. مش هيدعم اي عمله تانية، هيدعم الدولار لان دي العمله الاساسيه بتاعته. تمام كده. وبعد كده وبعد كده اللي هو ايه، شهادات البنوك للناس اللي عايزه عائد دوري، لان طبعا في ناس ما بتقدرش ان هي مثلا ما عندهاش اللي هي مثلا القدره على يشتري بقى سعر الذهب ويقعد بقى على اعصابه ويبيع ويشتري. لا انا بتكلم على الناس اللي هي طبعا بتحتاج فايده دوريه. طبعا هيبقى الشهادات بالنسبه لها هو الملاذ الامن. يعني ايه، بس مع الاخذ في الاحتياط ان طبعا الاقبال الزائد على الشهادات ده بيأثر على اسعار المنتجات في السوق وبيأثر على السوق. ده كده كل التحليل الخاص بيا فيه بالنسبه للمقارنه الخاصه بالذهب، بشراء الذهب او الدولار او الشهادات، لان طبعا انا اتسالت اكتر من مره في الموضوع ده، اشتري ذهب احسن ولا دولار احسن ولا شهادات احسن. ارجو اللي يعلق زي ما قلت لحضرتك بدون تجاوز. تمام، ده قلت لحضراتكم بدون تجاوز لان مش هسمح بتجاوز عندي على القناه. دي وجهه نظري الشخصيه، ما فيش مشاكل، بعتبر خبرتي في مجال مثلا الاقتصاد اكتر مثلا من داخل على 20 سنه تقريبا. فاتمنى تكون حلقه فادتكم، اتمنى تكون حلقه مفيده بالنسبه لكم. وانتم شايفين الحلقه مفيده وانتم شايفين ان رايي بحب بيتفق معايا، يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات. واللي بيعترض ما فيش اي مشكله، برحب جدا باي شخص بيعترض بادب واحترام. اشكركم جدا وان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.